نادي الزمالك حاليا بيجهز عرض قوي بوجود أحد الشركات القطرية للتعاقد مع هذا اللاعب. لأن هو اللاعب اللي الزمالك عايزه، وأحد الشركات القطرية محتاجاه أو التعاقد معاه. بص عزيزي، الزمالك امبارح عمل اتفاقية مع شركة قطرية عشان تبقى راعي الفريق، وتبقى كمان موجودة لتيشيرتات الفريق المختلفة للألعاب. اليوم في بنود في العقد في بين الشركة والفريق إن الزمالك يحق له الحصول على 15 مليون جنيه منح التعاقد في البداية. طب الزمالك بقى وقال له في لاعب فري أو لاعب أجنبي أتعاقد معاه. طب مين هما بقى؟ هو بغداد بونجاح اللاعب الجزائري. طب اللاعب الجزائري، هل نادي الزمالك هيقدر يشتريه؟ ما اعتقدش. لكن شركة زيت لأنها كانت في قطر وبغداد في قطر هتقدر تشتريه. طب هل في ممكن يجوا قطر ايرويز لو جيت في فريق للزمالك هتبقى صفقة العمر، إن قطر بتدعم باريس وفرق كتير جدا. طيب بغداد عامل مستويات رائعة جدا، هداف بالفترة وعامل كل حاجة في كويسة في الكورة. فهل تتوقع إن بغداد اللي كان قريب جدا في النادي الأهلي هيبقى في نادي الزمالك؟ ما أعتقدش. بس ادينا مستنيين نشوف الدنيا.